سلام. في هذا الفيديو نهضروا على فيديو ما قبل الاخير ديال مصعب اللي هو فضيحه اخرى، لانه مجرد ترجمه كلمه بكلمه من واحد الفيديو ديال هذا الاجنبي هذا اللي اسمه ايمان غازي. وهذا ايمان غازي براسو راه مجرد كذاب مدلس، وكاين واحد فضحو اللي هو هذا الشخص هذا. يعني يمكن لك تمشي ترجع لهذا الفيديو هذا، نخليه في الوصف شوفوا تشوف شنو قال عليه. دابا نرجعوا لمصعب اللي ما بغاش يحشم وباقي كيروج لنفس الدوره الخويه ديالو، دوره الكتب الرقميه اللي هي من اسوء الدورات اللي كاينه على الاطلاق. ماشي انا اللي كنقول هذه الهضره، يمكن لك تمشي لموقع التقييمات تراست بايلوت وغادي تلقى بان هذه الدوره هذه راها سيئه جدا، لان الناس كيشكيو منها، وكاين بزاف ديال الناس هنايا كيسبوه هذيك الدوره ديالو. داكشي علاش انا ما غاديش نبين يعني التعاليق. يمكن لك تدخل، انا نخلي الرابط ديال هذا الموقع هذا في الوصف، يمكن لك تمشي تشوف بعينك. وخصك تعرف ان اكثر واحد كيشكيو منه الناس اللي كيتواصلوا معايا في صفحات الفيسبوك هو هذا الشخص هذا اللي اسمه مصعب. دونك هذا السيد هذا راه الدوره ديالو رزرف فيها بزاف ديال الناس، راه ما فيهاش شي قيمه، غير ضحك على عباد الله وديك الماركتين الخاوي ديالو والسلام. لذلك انا لا انصح بتاتا اي واحد يشري هذه الدوره، لان هذا المجال اصلا ماشي ديالو. هذا السيد هذا اصلا تشهر في مجال الدروب شيبين، يعني عنده حتى شي علاقه بمجال الكتب الرقميه، وبالتالي فهو روج بزاف ديال الاخطاء والمعلومات الخاطئه في ديك الدوره ديالو، وبالتالي ما غاديش دير حتى شي ارباح الا مشيتي تبعتيه. الدوره ديالو راه تقريبا الثمن ديالها 490 دولار، ملي كتهضر على تقريبا نص مليون، ودوره خويه غتخلص ديك الفلوس وما غادي تستافد والو. وذكر بانني انا عندي حساب في الكي دي بي، يعني عارف هذا المجال ديال الكتب الرقميه على الاقل احسن من هذا البنادم هذا. واللي شفت انا واحد الدوره مجانيه دارها، عرفت بانه غير كيهضر وصافي، يعني هو راه ما عرفش هذا المجال هذا. ولكن قبل ما نشوفوا هذا الفيديو الاخير، ولكن قبل ما نشوفوا هذا الفيديو اجي نشوفوا بعض الارباح اللي قاد دارها في تسويق العموله، واللي كنت كنظن بانها مزوره، لانه بينها تقريبا في الدقيقه 2 يعني 2 ثانيه. يمكن مشيتي لهذا الفيديو هذا تمشي للدقيقه 2 ثانيه. هو دونك هذا الفيديو هذا تشوف الارباح ديالو في السوق بالعموله. انا ملي شفت هذا يعني هذا السكرين شوت قلت بانه مزور هذا الشيء، لان هذه الارباح اللي بين ارباح كبيره بزاف. دونك انا حاولت نجمعهم كاملين هنا في هذا البي دي اف هذا. دونك بين هذه الارباح هذو، كتشوف هنا الكونفرجن ريت عندك 80%، 70%، 90%. ملي شفت انا هذا الشيء في الاول قلت بان هذا الشيء مزور، مستحيل يكون عنده واحد الكونفرجن ريت طالعه يعني بهذه الدرجه هذه. دونك ها هي بعد هنا عنده الارباح قال لك من 1 جونفي حتى ل 26 اكتوبر عنده 21 مليون تقريبا، وعنده 82% ديال عمولات ولا نسبه تحويل. هنايا شوف هذه المصيبه هنايا اللي قلت انها مزوره. هنا في مارس شنو عنده؟ هنايا عنده ارباح تقريبا 4 مليون، وهنا كونفرجن ريت فايت هنايا 100%. صراحه انا ما كنتش عارف ان الكونفرجن ريت يقدر يفوت 100%، وملي مشيت كنبحث لقيت فعلا انها ممكنه هذه. دونك هذه راه ماشي مزوره، فهمتي؟ تقدر تكون فهمتي، تقدر تكون مزوره، ولكن في الغالب انا مقتنع بانه ما مزورش هذا الشيء، فهمتي؟ فعلا هذه الارباح دارهم، وانا نقول لك علاش. دونك هنايا عاوتاني عندنا الارباح ديال ابريل 3 مليون، وكاين الارباح ديال ماي يعني تقريبا 4 مليون صافي. ملي شفت انا هذا الكونفرجن ريت طالعه، يعني هذا الكونفرجن ريت راه ماشي سهله باش ديرها، فهمتيني؟ يعني في الغالب الكونفرجن ريت كتكون صغيره. ملي شفت هذه استعجبت، ولكن ملي بحثت لقيت بانه هذا الشيء في الغالب غادي يكون صحيح، وهادو الارباح اللي خداهم من تسويق الشوبيفاي، فهمتيني؟ لانه في ديك الدوره ديالو، ديك الدوره الخاويه، كيدير واحد الطرق ملتويه وكيامبوزي على المشاركين ديالو انهم يدخلوا ويشاركوا ولا انهم يدخلوا ويشتركوا في شوبيفاي عبر طريق عن طريق رابط الاحاله ديالهم، ولكن ما كيقولهمش هذه المعلومه، فهمتيني؟ لذلك اي واحد اشترك عنده في الغالب زرفوا في هذا رابط الاحاله، وهذا اصلا واحد من الاهداف ديال ديك الدوره الهدف الاساسي منها راه ماشي انه يفيد المشتركين، الهدف منها انه هو يربح على ظهرهم وصافي. وهذا واحد مظهر من ديك المظاهر ديال التدليس ديالو، كيروج لك رابط الاحاله، وبالتالي كياخذ هو تقريبا 100 دولار على كل واحد ربح منه او تسجل عن طريق الرابط ديالو. اجي نشوفوا دابا شحال شوبيفاي كتخلص لكل اشتراك. دونك هو دوك الا مشينا هو دوك هنايا كتلاحظ معايا، هي تقريبا هنا كل واحد كتخلص من استراليا 150 دولار. الا كان كندا 150 دولار، هنا الارباح هما غادي تشوفهم كاملين هنايا. وبالنسبه للمغرب، دوك الا مشيتي كتشوف المغرب غتلقى 100 دولار، فهمتينا؟ هو مروكو هنايا تلقى 100 دولار. يعني اي واحد دخل ومشى شارك في ديك شوبيفاي وداز ديك 3 شهور الاولى وخلص البلون العادي مباشره، مصعب كياخذ عليه 100 دولار، فهمتيني؟ وبالتالي هذا هو السبب اللي خلاه يدير ديك الارباح، فهمتيني؟ وانا نعطيك الدليل بانه هذيك الارباح اللي ظهر راها ارباح ديال شوبيفاي. دونك الا مشيتي الناس لهذا شوبيفاي هذا ومشيتي كتشيرشي على امباكت، دونك هو امباكت، هذا هو ديك الشركه اللي بحال كليك بانك، اللي من خلالها كتقدر تشارك في الافيليات ديال شوبيفاي. دونك مؤخرا بقات شوبيفاي كدير هذه الخدمه هذه، كتمشي لهاد امباكت هو فاش خصك تسجل، هذيك لي سكرين شوت هادو لي سكرين شوت ديال هاد امباكت صافي. هاد الشركه هذه ديال افيليات بروغرام صافي. دونك انا مشيت كنشوف هاد الارباح هادو وبغيت نتاكد واش هادو فعلا غير الارباح ديال شوبيفاي ولا لا. دونك ملي مشيت صافي درت واحد التحليل منطقي ومباشره تقريبا تاكدت بان
هذاك الارباح غتكون ديال شوبيفاي، فهمتي. دونك شنو عملت انايا؟ غنشوفوا العدد ديال المشاركين اللي داخل المغرب، ياك، العدد المشاركين اللي خارج المغرب. في المغرب كيخلصوا تقريبا $100 شوبيفاي، ياك، واللي خارج المغرب كيخلص $150، يعني الاغلبيه غيكون $150، فهمتي. والمتابعين ديال المصعب كاملين تقريبا في الدول اللي العموله فيها هي $150. يعني مجموع الارباح شنو غادي يساوي؟ هاد 150 في اكس بلس 100 اكس يعطيك مجموع الارباح. وهاد 150 و100 تقدر تعمل هنايا ب 50، كيعطيك بان الارباح ضروري خصها تكون مضاعف ل 50، فهمتيني. وداكشي اللي كاين، فهمتيني. مشيت كترجع الارباح، انا شنو غادي تلقى هنايا؟ 23650، ياك، وغتلقى 4150 و 3050 و 3850، وهادو كاملين مضاعف ل 50، شتيها. دونك انا حاول دير الحساب ديالك وغتلقى بان هذا الشيء هذا ولا هاد الارقام هادو كاملين مضاعف ل 50، يعني هذوك الارباح ديال شوبيفاي. وهذا ميساج لدوك الناس اللي تزرفوا في ديك الدوره ديالو، باش يعرفوا بان الغرض من ديك الدوره راه هو يربح على ظهرهم، ماشي انهم يفيدهم ولا شي حاجه. 99% راه 100%، ماشي 99%، 100% من الناس اللي تواصلوا معايا حتى شي واحد ما دخل شي ارباح كبيره، حتى شي واحد، يعني $100 ما وصليناش، صافي. والاغلبيه اصلا ما دخل حتى شي ربح مره، يعني زيرو، صافي. دونك دابا نجي نشوفوا لك الفيديو الفضيحه اللي هو فوتوكوبي، يعني كلمه بكلمه ديال الفيديو ديال ها هو. نبداو. So look, we are entering a new era. Everything is changing. The way we buy, the way we work, the way we live, and so does the way that people do business. We're entering what experts are calling the new arbitrage economy. And there are a bunch of 20-year-olds taking advantage of it to get paid as much as... صافي. دونك هنايا هذا ايمان غادي كيقول لك بان داخلين واحد العصر جديد واللي فيه يعني ناس صغار في عمرهم 22 عام كيديروا ارباح كبيره بحالهم بحال الدكاتره. دونك هذه الخلاصه ديال الهضره ديال ايمان غازي. a doctor every month without having any previous work experience. بلا ما يكون عندهم اي تجربه. دابا غادي نشوفوا النسخه ديال مصعب ورد بالك مع الهضره اللي غادي يستعمل كلمه بكلمه ديال الهضره ديال ايمان غازي. اذا حنا داخلين لمرحله جديده. سمعتيها؟ هو قال لك داخلين مرحله جديده، كل شيء فيها كيتبدل، كيفاش الناس كيشريو، كيفاش كيعيشوا، كيفاش كيبنيو المشاريع ديالهم. حنا داخلين ما يسميه الخبراء باقتصاد الانتباه الجديد. صافي. دونك هنايا هذا اقتصاد الانتباه الجديد هي الترجمه ديال المصعب ديال ديك اربيتراج ايكونومي، هو بدلها هنا. هذه الحاجه الوحيده اللي بدل. دابا لاحظ معايا حتى في البريزونطاسيون خدا نفس الالوان، هنا الرمادي، هنا الكحل، خدا داكشي هو هنا فوتوكوبي كلمه بكلمه جديد اللي فيه شباب من 20 سنه كيستافدوا منه باش يحصلوا على دخل في مستوى الدكاتره كل سمعتيها؟ نفس الهضره كل شهر بدون تجربه عمل. هاي بدون تجربه عمل على الاطلاق. ورد بالك مع لا فوق ديال البريزونطاسيون، هنا كحل، هنا رمادي سابقه على الاطلاق. اجي نشوفوا الفيديو If you الاصلي. click this short video it's because you want to create an online business. انا قال لك اذا كليكيتي على هذا الفيديو هذا يعني انك باغي تكري واحد البيزنس اونلاين. So pay attention because I'm about to show you how you can take advantage of this new arbitrage economy to start a business with virtually no startup capital and that can get you paychecks like this in a صافي. هو قال لك اذا كنت باغي دير هاد الارباح هذه هو غادي يوريك كيفاش matter of weeks. اجي نشوفوا مصعب شنو غادي يقول، ورد بالك مع الكلام. اذا قمت بالضغط على هذا الفيديو لانك باغي تنشا مشروع على الانترنت لكن بغيتك تنتبه مزيان. نفس، فهمتي، لاحظتي معايا نفس لي ترانزيسيون، نفس الكلام، لانه اقتصاد الانتباه الجديد غادي يخليك تبني مشروع بدون شتي نفس الحركه دار هنايا هذيك الاسهم بالاحمر، وهنا هذا الكلام بهذا المشروع. هو لو كان شويه كيفكر باش تعرف السيد راه بابا ما كيعرف، ما عندوش ابداع. ملي دار هذه الخدمه هذيك، يعني بعد السيد ما عندوش ابداع او لا كسول جدا. فهمت انا الناس علاش كيدفعوا كبير في السوشيال ميديا وكيبينوا راسهم انهم كيخدموا بزاف وانهم ناجحين، وما ملي كتجي كتبحث موراهم كتلقاهم مجرد ببغاوات. دار نفس الخدمه اللي دارها المهدي والخدمه اللي دارها فوشباي، فهمتيني. كان على الاقل هنايا ما خصوش يمشي بهذه الطريقه، يمشي من الشمال لليمين، خصو يمشي من اليمين للشمال، حيت العربيه كتبدا بالعكس. باش تعرف هذا السيد راه غير كوبي كول، كاع ما كيفكرش. راس مال مرتفع وتحقق رواتب. هو نفس الخدمه اللي دار ايمان غازي، كيبين ديك الارباح. صافي هو بدلها بالسكرين شوت ديالو. هنا لاحظ معايا الرواتب كهاتي، راه هاتي راه عندها الف، فهمتيني. هذا السيد ما كيعرفش يكتب هاتي. هذه اللي كتشوفها على الشاشه. Now, I'd like to be 100% transparent here. So I have to say this. Just because I got these results doesn't mean you will. سمعتيني شنو قال لك؟ مادام انا درت هاد الارباح ما كيعنيش بانك غادي دير هاد الارباح، غادي في حالي. وطبعا هاد المؤثرين دائما كيسلكوا راسهم وكيتهربوا من المسؤوليه. الغريب انهم ملي انت كتنجح، الا كنتي شريتي الدوره ديالهم ونجحتي، كيربطوا ديك النجاح ديالك بهم، كيقول بانه هو واحد التلاميذ ديالي دار كذا وكذا. ولكن ملي كتفشل صافي كيرميو عليك المسؤوليه انت، ما كتبقاش ديك الساعات هما اللي كيتحملوا المسؤوليه. كيتحملوا المسؤوليه غير ملي كتربح وكدير ارباح، كيقول لك بالسبه ديال الدوره ديالي ولا الكوتشين ديالي. ولكن ملي كتفشل كيقول لك لا، بالسبه ديالك ولا بالسبه ديال شي واحد اخر من غيري انا. على الاقل ملي ياخذوا المسؤوليه ياخذوها جمله وتفصيلا، ماشي غير ياخذوا الحاجه المزيانه والحاجه الخايبه يسيبوها لك. After all, I mean, I am the creator of the system because my reputation and success are built on how transparent I am. So I سمعتي قال لك ان النجاح ديالو مرتبط بالسمعه ديالو، وحنا قلنا بانه راه كاين واحد فضحو وقال بانه تا هو غير كذاب مدلس. certainly cannot guarantee that you will get results like the ones I've gotten, but what I can 100% guarantee is that what you're about to see are the results of other regular average people who are using the simple beginner-friendly business model that I'm about to show you. هو قال لك هنايا غادي يبين لك اسهل طريقه ولا اسهل بيزنس اللي تقدر يعني تخدمه في اونلاين. غنجي نشوفوا الببغاء.
لكن باش نكون معاك 100% واضح، ها هي نفس الجمله هذه باش نكون 100% واضحين فعلا قال ايمن غازي. فقط لانني حققت هذه النتائج ما كيعنيش انك غدير. ها هي لا يعني انك ستفعل، فهمتني؟ غير بلاتي واحد الملاحظه هنا باش تعرف هذا السيد راه ما عندوش مع العربيه، فهمتني؟ دار ترجمه حرفيه ديال ديك الجمله ديال ايمن غازي. هنا لا يعني انك ستفعل جمله غير مفيده، لانها ستفعل هذا راه فعل متعدي راه خصو مفعول به، فهمتني؟ ماشي بحال لونجلي الا رجعت للفيرسيون ديال ايمن غازي يو ويل كانت تسمايك، فهمتي؟ هذيك جمله مفيده ولكن اللي عملتها بالعربيه ما كتبقاش هذا، وعاد زيد عليها هاتي راه قلنا عندها الف، يعني كاين هذا السيد راه ما عندوش مع العربيه، لا يعني انك ستفعل نفس النتائج ولا شي حاجه، خصو يزيد هنايا الجمله غير مفيده ما عندها حتى شي معنى في العربيه. للاسف السيد غير بباغه او سافره ما عندوش مع العربيه. نفس الحاجه، لانه بطبيعه الحال صرفت ليالي بدون نوم باش انني نبني هذا النظام. وقال لك بانه طرف الليل، وطبعا هادشي كاذب لان الدوره راه سيئه باين فيها ما دارش مجهود بالمره. الدوره الغرض الاساسي منها انه يدير ارباح باسرع طريقه وارباح كبيره، منها هذيك الطرق الملتويه انه كيصرف المشتركين ديالو انهم يشتركوا في رابط الاحالات ديال شوبيفاي بلا ما كيقول لهم هذه الهضره هذه بانهم غادي يربحوا على ظهرهم $100 من غير ديك $500 تقريبا اللي كيخلصوها، يعني كل واحد تقريبا كيربح منه واحد $600 تماك. اكتشفوا السمعه ديالي والنجاح مبنيه على الوضوح. هذا ضحكني قالك السمعه والنجاح ديالو، ولكن مؤخرا سمعه والنجاح سمعته راه في الحضيض، فهمتي؟ ويمكن لك تمشي تشوف هذيك تراس بايلوت تشوف الناس شنو كيقولوا عليه. الوضوح ديالي معاك ما يمكنش لي نضمن لك انك غتحقق نفس النتائج اللي حققتها. سمعتها هنا كيتهربوا من المسؤوليه، كيقول لك بان ما غاديش نضمن لك النتائج، وفعلا ولكن ملي ينجح شي واحد ما خصكش تربطها بالدوره ديالك، فهمتيني؟ يعني اما غادي تهرب من المسؤوليه في كل شيء، يعني في الربحه وفي الخساره، واما تتحملها في كل شيء، صافي؟ ماشي تجي شي واحد من التلاميذ ديالك نجح وتقول بانه بسبه ديال الدوره ديالو، ولكن ملي فشل تقول لا بسبه ديالو. انا لكن نعطيك ضمانه 100% انه هاد النتائج اللي غتشوف اليوم هما ديال ناس اخرين استعملوا نفس المشروع البسيط الملائم للمبتدئين. اجي نشوفوا عاوتاني واحد Like Joseph here, who wasn't making. صافي دوك هنايا ايمن غازي بقى يعطي ديال الامثله من الناس اللي يشاركوا في الدوره ديالو. هو قال لك انا جوزيف ودار واحد 8000 في الشهر في ديسمبر. any money prior to September, or Michael, هو هنا قال لك مايكل 3 شهور هو في البيزنس ودار واحد المونطو هنايا، يعني عقل على هذه. who just completed his third month with this new business model at a total revenue of 37K at over 85% profit margin. So in case we haven't met yet, my name is Iman Gadzhi. صافي هنا غادي يرجع يبريزونتي راسو ويقول لك شنو هو، صافي. And if you're looking for the best business model to start as a beginner and do it without having to spend years working 10+ hour days just to get a decent income and without having to sell thousands of دونك هنايا هو عقل على هاد لي زيكون لانه صعب يستعمل تقريبا نفس لي زيكون نفس الهضره units of a product just to pay for the cost of stock. And finally, without having to invest your hard-earned money in some risky opportunity that may end up costing you all of your savings, then this short video is just for you. I'm going to be showing you the 4-step plug-and-play business model that 20 قال لك هنايا غادي يوريك واحد 4 المراحل اللي من خلالها الناس اللي في عمرهم 20 عام كياخذوا نفس الفلوس ديالو واحد الدكاتره في الجامعات all over the world are using to get paid just as much as doctors. And I'm going to deliver all of that to you in just the next 33 minutes. قال لك هادشي كامل غادي يوريه لك في واحد 30 دقيقه. الملاحظه ان مصعب خدا تقريبا واحد 10 دقائق من الفيديو ديال ايمان، لانه من بعد صافي قلب الفيديو ودار حاجه اخرى، يمكن واحد 10 دقائق اللي سرقها من الفيديو ديال ايمان غازي. اجي نشوفوا البباغه بحال محسن اللي تحول قال لك انا محسن تحول من الوظيفه العموميه من بعد اسبوعين من العمل في وظيفه 2500 درهم في الشهر الى تحقيق هذا المدخول في يوم واحد. صافي هنا واحد المغالطه شفت بزاف ديال المؤثرين الخويين كيديروها، كيقولوا انه مثلا 2500 درهم في نهار واحد، وهذا لا يعني شيء، لان خصك الارباح تستمر، ماشي ديرها نهار و10 ايام تبقى جالس ولا 10 سنين تبقى ما كتدخل حتى شي حاجه. هو خصك تشوف شحال كتدخل بصفه مستمره، لا يكفي دير 1500 ولا 2000 دولار في النهار وتبقى جالس ما كتشد حتى شي حاجه. صافي بعد اسبوعين من العمل فقط او لا زيد اللي في 3 شهور من بدايه لاحظت هنايا باش تعرف هذا السيد بابا هو نفس الهضره قال هذاك ايمان 3 شهور، هذا نفس الشيء قال 3 شهور. يعني غريب انه يكون عندهم نفس التلاميذ كيحققوا الارباح في نفس المده، فهمتيني؟ غريب ديالو المشروع باش يبين لك ان هذا الشيء راه كذب وسالم غير معدل وصافي. وفي الفيديو ديال هذا مصعب كاين واحد علق قال بان هذيك محسن كاين واحد صاحبه كيقرا معاه وصافي، راه ما عنده حتى شي علاقه بهاد الناس اللي يشاركوا معاه ولا يعني غير كيكذبوا السلام. داك التعليق صراحه ما وليتش لقيته، يمكن نمسحو. بدك يحقق $200 في اليوم ب 90% ربح صافي. او يوسف اللي بدا هذا المشروع وهو كيمشي للمدرسه وبعد اشهر من العمل تمكن من شراء سياره للوالد ديالو في عمر ديال 17 سنه صافي. دونك هنا كيدعم كيجبدوا لك الوالدين باش كيأثر عليك، فهمتني؟ كتعرف هاد المغاربه يجبد لهم الوالدين صافي العقل كيطمس، فهمتني؟ ما كيبقاوش يفكروا يشوفوا واش فعلا هذا السيد هذا دار الارباح. الا لاحظتي هو ما بينش الارباح ديالو، كيبين غير الارباح ديال التلاميذ ديالو فقط. مع العلم راه هو خصو يورينا النتائج ديالو، هو صاحب المشروع. هو ما وراش النتائج لان اصلا ما عرفش، هو ما ضابط حتى شي حاجه في هذه المجالات. في حاله اذا مازال ما تعرفتيش عليا سميتي مصعب بلاطيف، واليوم جيت نكشف لك على افضل مشروع باش انك تبداه كمبتدئ اللي ما غيحتاجش منك رد معايا البال. هو نفس اللي زيكم يستعمل العمل كل يوم انك تبيع الاف ديال المنتجات بربح قليل وما يشيط لك في الاخر والو، او لا انك تستثمر نفس هذا الشيء اللي قالوا ايمان غازي. الادخارات ديالك اللي جمعتيهم بصعوبه في مشروع جديد في الواقع بدون ان تحتاج باش انك تستثمر واحد المبلغ عالي على الاطلاق. اليوم غنكشف لك 4 المراحل. ونفس الهضره قال لك غادي يوريك الطريقه اللي فيها 4 المراحل اللي كيستعملوها
الشباب في عمرهم 20 سنه باش يدخلوا نفس الدخل ديال الدكاتره. التطبيقيه وطريقه عمل هذا المشروع اللي غندوي عليه اللي كيستعملوها الشباب في عمر صافي. هو للامانه راه زادت الدول العربيه هذه ما دارهاش ايمن غازي، راه اخترع شي حاجه من راسو يعني. 20 سنه مازال صغر مني ومنك من الدول العربيه باش انهم يحققوا دخل طبعا هو زادها لان الهدف ديالو ولا الكليون ديالو كاين في الدول العربيه. دكاتره. هادشي كامل غندويو عليه 37 دقيقه. صافي دونك ايمن غازي قال 33 وهو قال 37. هذا هو التغيير القادمه. شتي الابداع فقط. Now, if you stay here and watch this video until the end, I'm actually going to send you as a gift a plug-and-play step-by-step من بعد قال ايمن غازي غادي يعطيك واحد الهديه tutorial specifically for the fourth step, which is the one usually people struggle with the most. So that plug-and-play actually includes live examples of me doing it myself. الهديه فيها غادي اكزامبل يعني امثله كيفاش خدم السيستم. And for everything I'm about to show you guys here today, I want you to know that I'm speaking from experience. I've been making money online since the age of 2016. I'm the founder of an قال لك بانه كان كيدير الارباح من عام 2016. e-commerce clothing line, Gaji. I have an صافي انا كيبين لك انه واعر وعنده بزاف ديال لي بيزنس. I also make over $10,000 a month in commissions from various different affiliate programs. قال لك كيدير شي ارباح كبيره من السوق بالعموله. And the reason I tell you all this, and by the way, I don't recommend having so many different endeavors and stuff like that. قال لك انا كننصحك بانك ما ديرش بزاف ديال الخدايا يعني ديال المجالات في وقت واحد، يعني خصك تركز على مجال واحد. You want to focus on one thing and succeed with it. But in my 6 years of being in online business, I have had experience trying with many of these different models. So that's صافي قال لك زعما انا في هذه المده كامله بداك يعني عنده تجربه مع المجالات مختلفه. why when I talk to you guys today about the different models and really just share both the pros and the cons for every single model, I am speaking from experience. لذلك زعما كيقول لك بانه عنده تجربه في هذه المجالات وماشي غير يداوي خاوي. صافي اجي نشوفوا البابا شنو كيقول. ولا شاهدت هذا الفيديو حتى النهايه لاحظ معايا نفس الشكل فهمتيني. نشارك معك ملف يمكن لك تنسخه اللي غيساعدك في المرحله الثالثه من هذا التدريب، وعرض الاستفاده من اداه مدفوعه تاخذها مجانا، وايضا غنشارك معك دراسه حاله منتج حقق لي $9,000 في يوم واحد. صافي دونك هنايا بالنسبه للهديه راه بدل هنايا صافي ما دارش نفس الهديه ديال ايمن غازي طبعا لانه خصو ادابتيها يعني الجمهور ديالو فقط. هذا الملف اللي غتاخذ فيه امثله واقعيه اللي غادي يقربوك من المشروع بطريقه تطبيقيه. خصني نوضح واحد الحاجه ديال انه بديت الخدمه على الانترنت من عمر ديال 14 قال لك بدا الخدمه من عام ملي كان في عمره 14 سنه 16 عام، حققت $1 مليون في 16 عام. واحد الملاحظه على هذا $1 مليون في 16 عام. الا مشيتي للفيديو الاولاني ديالو في القناه فاش كيهضر على هذا $1 مليون قال بانه دخل $1 مليون في يعني في شوبيفاي يعني في الدروب شيبين، ولكن قال بان الربح هامش الربح كان هو 32%. فهمتيني يعني شحال دخل 320 مليون. هذا اذا كان هذا الشيء صحيح فهمتيني. اذا كان زعما فعلا دخل 32% اللي هي نسبه مبالغ فيها. غالبا نسبه الربح في شوبيفاي ولا في الدروب شيبين غتكون 20% 25%. ملي كيهضر على 32% في الغالب غيكون غير طلقه وصافي. ولكن حنا نقولوا بانه محق وعنده 32% يعني كتهضر على 320 مليون. و320 مليون ما عندها حتى شي علاقه بمليار فهمتيني. يعني دائما الناس هادو دائما كيبالغوا كيعطيك حجم المبيعات وكيخفي وكيخبى عليك حجم الارباح اللي هي اهم حاجه. شحال بقى عندك في الاخر؟ دونك هذا بقى عنده 320 مليون على اقصى تقدير، ما كاين لا $1 مليون ولا والو. من تما وانا عندي مشاريع في التجاره الالكترونيه، مشاريع في الافلييت ماركت او انا الافلييت ماركتينغ اللي درت عليه هذيك السكرين شوت في الاول اللي كيدخل لي تقريبا ما بين $2,000 حتى $5,000 كل شهر بلا تقريبا ما ندير والو. سمعتي دابا انا واقع لك انه كيدخل هذه المبالغ وفعلا انا قلت انا كنامن بان هذه الارباح ديالو صحيحه، ولكن هو كيفاش استطاع يدير هذه الارباح بطرق تدليسيه، انه كيامبوزي على دوك الناس اللي شاركوا معاه يدخلوا على رابط الاحاله وما كيعطيهمش هذه المعلومه هذه. كيامبوزي عليهم ان يدخلوا لشوبيفاي ويشتركوا على رابط الاحاله ديالو وكياخذ عموله على كل واحد اشترك. وكيديروا حاجه اخرى انه كيبقى يجر في يعني في الفورماسيون ديالو في التدريب ديالو حتى كتفوت واحد 3 شهور. علاش بالضبط 3 شهور؟ لان هذه هي المده الكافيه باش ان شوبيفاي تخلصوا. يعني اللي يدخل شوبيفاي كيعرف بانك كتخلص من بعد 3 شهور. يعني خصو المشترك يبقى مشترك مع شوبيفاي حتى كدوز ديك 3 شهور اللي فيها غير $1 واحد. وفي هذا الفيديو هذا الناس ديال مصعب راه نشر الرابط ديال الاحاله ديالو. هذاك رابط احاله ولا تزرفتي وشاركتي يعني من خلاله غادي مصعب غادي ياخذ $100 على ظهرك. المشاريع في الديجيتال برودكت، عندي شركه تعليم اللي كنعلموا الناس، عندي ايضا شركه ديال الاي كوميرس اللي كنبيعوا منتجات ملموسه، عندي اسهم في شركات كتقدر بملايين $. قال لك عنده اسهم في شركات ما طبعا هادشي كلام مرسل ما عنده حتى شي دليل غير بلا بلا خاويه. اصلا هو دابا شنو كيدير؟ هو واش هو بقى خدام في الاي كوميرس؟ لا هو قلبها غير دورات وصافي. زين ما عنده حتى شي حاجه. الحاجه الوحيده اللي عنده هي الدورات وطبعا هذيك الطرق التدليسيه بانه كيزرف عباد الله في ديك الروابط الاحاله ديالو. يعني حتى في التسويق بالعموله راه ما عندوش بزاف ديال لي برودوي اللي كيروج ليهم، راه غير داكشي ديال شوبيفاي فقط. الاستثمارات اللي مخليني نقدر نوقف دابا الخدمه وما نحتاجش نخدم. وكاين قال لك ما محتاجش يخدم ولكن هو باقي كيبيع في الدورات فهمتي. انا كنظن بانه فعلا ما عنده حتى شي مدخول الا هاد الدورات ديالو. الدوره هذه راه ناض عليها صداع. لو كان فعلا هو عنده ارباح من جهات اخرى كان غادي يوقف، ولكن هو الربح الوحيد ديالو هو الدورات، فلوس بارده على حساب المساكين. المشاريع اللي ما نبغيش ندوي عليها هكا اون بوبليك يوتيوب، لكن هادشي كنقول لك غير باش تعرف انني اليوم ان شاء الله غندوي معاك بناء على تجربه ديال اعوام، جربت العديد من المجالات، غنعطيك الامور الايجابيه والسلبيه. نفس الهضره اللي قال ايمن غازي.
المجال ان شاء الله باش نختاروا افضل مشروع تقدر تبداه انت ان شاء الله. على فكره ما كنصحكش انك تبدا العديد من ونفس الهضره اللي قال ايمان غازي، ما غاديش ننصحك بانك دير بزاف ديال المجالات في نفس الوقت، وكنصحك انك تركز على مجال واحد. نفس الهضره بالحرف. المشاريع في الاول خصك تركز على حاجه واحده ان شاء الله. So there are 3 reasons why this business model works so well. Number 1, it is a beginner-friendly business model. Number 2, it is an exploding industry, which means that demand is going through the roof. And number 3, it takes advantage. دونك انا رد بال مع هاد لي زيكون هادو، غيجي مصعب غادي يستعمل تقريبا نفس لي زيكون، طبعا نفس الهضره، نفس حرف بحرف. ماشي هاد الناس هادو راه غير مبدعين او كسالى، وفي كلتا الحالتين راهم هاد الناس هادو ماشي بحال ديك ليماج اللي كيبغيو يروجوا لها في الانستغرام بانهم كيخدموا وكذا. هادو في احسن تقدير كنهضر على مصعب، يعني الناس نجحوا بالزهر، يعني على اقصى تقدير، ومن بعد صافي عطوها غير الكذب والتدليس وبيع الدورات. The new arbitrage economy that the market is headed to, which means you get an unfair advantage for being there early. First, let me explain what a beginner-friendly business model is, and I'll do that by showing you the way most people approach starting an online business and why that's the reason that over 90% of them fail. دونك هنا يقول لك علاش زعما ان علاش 90% من الناس كيفشلوا في البيزنس اونلاين. Seriously, if you're trying to start a profitable online business, you don't want to do this stuff. It's deadly. سمعتي؟ خليني نشارك معك 3 الاسباب. هو مصعب 3 الاسباب هي هاتي. ليش هذا المشروع خدام مزيان؟ اول حاجه لان طريقه العمل، لاحظ معايا هذيك الهاند جاستر راه عشتها ديالو ملائمه للمبتدئين، انت كمبتدئ ملائمه لك. ثاني حاجه المجال غادي في نمو سريع، وثالث حاجه هي انك غتستافد من اقتصاد الانتباه. الاقتصاد الانتباه يعني بهذيك الاربيتراج ايكونومي، ولو ان الترجمه ماشي صحيحه، ولكن هو غير بدلها باش توافق مع البريزونطاسيون ديالو الجديد اللي كيتوجه للسوق دابا. فكيجي سؤال المليون دولار اللي هو شنو هو هذا المشروع الملائم للمبتدئ. خليني نقول لك انه الطريقه اللي كيسلكها اغلب الناس باش انهم يبداو مشروع اونلاين هي يعني السبب هنايا اللي شوف هاد لماذا كيف كاتبه لماذا، دوك هاتي ولماذا ما عنده مشكله فيهم، ما عرف كيفاش يكتبوهم، سواء هنايا ولا حتى في ديك صفحه الهبوط القديمه اللي كانت ديال الدوره ديالو، ان كانت عامره بالاخطاء بحال هذه. السبب علاش 90% منهم كيفشل لانه خطير بزاف. هي خطيره ديك هي ديدلي اللي هضر عليها ايمان غازي. So most people try to start making money with dropshipping or Amazon FBA or affiliate marketing or info products. So they never realize that those are not beginners. هاد المجالات هاد المجالات ماشي مزيانه للمبتدئين، وهذا عنده الحق صراحه. بالنسبه للدروب شيبين وامازون FBA ولا افiliate شويه ما صالحينش للمبتدئين، ولكن انفو برودكت راه مزيانه، خاصه بالنسبه للكتب الرقميه. الكتب الرقميه راه مزيانه للمبتدئين، ولكن ماشي بالطريقه اللي شرحها مصعب. باسكو من احسن طريقه هي تمشي في امازون كي دي بي، وانا عندي حساب كاد امازون كي دي بي وعارف بانها سهله بارابور المجالات الاخرى بالنسبه للمبتدئين، لان حساب في كي دي بي راه باطل، ما كتخلص حتى درهم. Friendly business models. However, some business models will allow you to make millions a month, but will be really, really hard to succeed as a beginner, and others will allow you to make 6 figures while being realistically attainable for beginners. Now, making this mistake is kind of like trying to start playing a new video game. هنا فعلا قال لك بان كاين شي مجالات فعلا تقدر تدخل منها فلوس بزاف، ولكن صعيب تبدا فيها، خاصه بالنسبه للمبتدئين. يكون الناس اللي تزرفوا مثلا في شو يعني في دروب شيبين، خاصه دابا دروب شيبين صعب، قليل دابا اللي كيدخل منه. والدليل على هذا ان الاغلبيه الناس، اغلبيه المغاربه اللي كانوا مشهورين في هذا المجال هذا ما بقاوش كيهضروا عليه، كيهضروا دابا اما على COD ولا على مجالات اخرى، من بينهم هذا المصعب هذا، ما بقاش كيهضر على الدروب شيبين لان صافي القضيه الحفلات سالات. فهمتي؟ In the hardest difficulty instead of working your way up. هذا لا يعني بانه ما كاينش ناس اخرين كيديروا فيه الارباح، غير هو الاغلبيه راه ماشي بديك السهوله غادي تدير فيها ديك الارباح. فهمتي؟ كاين مجالات اخرى غتكون احسن بالنسبه لك، خاصه اذا كنت مبتدئ. So people end up spending tons of time spinning their wheels, and that results in them getting frustrated and most of the time losing all the savings they've invested in it. Now, what if you decided to actually evaluate how beginner friendly are the online business models available out there before risking your money on them? دونك هنا قال لك ان من الاحسن زعما يعني تاخذ ديك المجالات وتعبرها. فهمتي؟ تشوف ديك خيتاغ وتعبرها، تشوف شكون هو اللي غيناسبك كمبتدئ. غادي نشوفوا الببغاء. اغلب الناس كتحاول تبدا بالدروب شيبين او الدفع عند الاستثمار. طبعا هنا طبعا المجالات اللي كتماشى مع الجمهور المغربي ولا الجمهور العربي اللي معروف فيهم عندهم COD ما معروفش في الامريكان، طبعا ما عندهاش معنى انه يدير نفس الخدمه. اذا في دول الخليج ولا دول اخرى بحال افريقيا وكذا كيبداو بالتداول والعملات الرقميه. راح ملاحظ على التداول راه من اسوء المجالات اللي تقدر تبدا فيها. فهمتني؟ ما عمري ما شفت شي مجال عامر بالنصابه والكذابين بحال التداول. يعني 99% من الناس اللي فيه راه غير كذابه، عايشين غير على احالات ويزرفوا الناس انهم ياخذوا شي صفقات باش هما يدخلوا على ظهرهم وصافي، هما وديك البروكر. فهمتيني؟ ماشي كاملين ولكن الاغلبيه الساحقه. دونك هذا المجال هذا هو اسوء مجال بالنسبه للمبتدئين اصلا. اولا كيبداو بالتدوين اولا كيديروا كورس. يعني طبعا التدوين، لان التدوين في الاخر في هذه المده الاخرى بسبب الصفراوي. فهمتي؟ هادو كاملين مشاريع ليست ملائمه للمبتدئين. في مره بعض المشاريع غتمكنك من تحقيق الملايين في الشهر، ولكن غيكون صعيب عليك نفس الهضره اللي قال ايمان غازي انك تبداها وتنجح فيها كمبتدئ. ومشاريع اخرى غتمكنك من تحقيق ارقام عاليه بطريقه واقعيه وممكنه للمبتدئين. هادو هما المشاريع اللي غنمشيو ليهم، ما غنمشيوش بحال نبداو واحد اللعبه ديال الفيديو. نفس الهضره اللي قال ايمان غازي، واحد اللعبه صعيبه ما غاديش نبداو باصعب نيفو وغنختاروا اصعب مرحله فيها ولا اصعب متاهه وغنبغيو نحلوها. لا، خاطئ تماما. واللي كيديروا هادشي في النهايه كيصرفوا العديد من الساعات كيوليو نفس الهضره هنا. لاحظت حتى اللي زي يكون هاد البلاد شويه، ولكن نفس الفكره، نفس البلا محبطين
في الاخر ان حتى حاجه ما كتصدق لهم، وفي الاخير كيخسروا الادخارات ديالهم. فكيجي السؤال ديال ماذا لو اننا نمشيو ونشوفوا هذا المجال عاوتاني اي مدى هاته دابا هذه راه كتكتب بالالف بنادم ونديروا لهم معاينه ديال شمن مجال هي ماشي معينه، نديروا لهم مقارنه ماشي معينه. دابا انت ما عرفتش اش كيهضر ملائم المبتدئين قبل من اننا نمشيو ونخاطروا بفلوسنا ووقتنا فيهم. Next, let's look at صافي دوك هنا غادي هذا مهم هذايا، غادي الطابلو ويبقى يقارن فيه المجالات، فهمتيني. انا هو تكثر البال سواء بالنسبه للايمان او بالنسبه للمصارف، هما غادي يحاولوا يوجهوك البيزنس موديل ديالهم، فهمتيني. يعني هذه الارقام هذه راه منحازه، راه ماشي صحيحه 100%. صافي دونك انا كنهضر على افيليت ماركتين هنايا، شحال تقدر تربح منه، شحال خصك راس المال، فهمتي. dropshipping. Now, dropshipping consists of selling physical products, but instead of having to manage inventory, معناها كيشرح لك دروب شيبينغ معناها انك ترسل سلعه مباشره للعميل من بعد ما كيشري. you ship the product directly from your supplier to the final customer. Now, dropshipping is pretty much a combination of the two scenarios above. You don't have the issue of having to spend money on stock, but then you have to spend a lot on ads to find the products that work. In fact, my agency has worked with a top dropshipping brand from a Scandinavian country in online courses. Find one winning product we had on stock, but then you have to spend a lot on ads to find the products الهامش الربح اللي غادي يطلع عليه في الدروب شيبينغ that work. In fact, my agency has worked with a top dropshipping brand from a Scandinavian country, and in order to find one winning product, we had to test over 20 different products that all سمعتي قال لك انهم يربحوا يلقى واحد منتج رابح في تيستيو 20 برودوي. يعني ضرب انت 20 في عدد الحملات اللي خصك دير، فهمتيني. ها المشكله ديال الدروب شيبين ولا ديال السي او دي، انت خصك تبقى تيستي بزاف failed. So you have to have a lot صافي. هو قال لك ان الربح من 10 حتى ل 60%، فهمتني. وفي الغالب كموين كتلقاها في 20%، هادشي ل 20-25 of capital to burn through. Next, let's look at info products. Now, info products are ebooks, audiobooks. ها رد البال مع هذه مهمه. هو قال لك انفو برودكتس هما لي زي بوك، يعني الكتب الرقميه، اوديو بوك والدورات in online courses. Now, with info products, the scenario is very similar to affiliate marketing, but you have control over the price of the product, so you can have higher ticket items if you want. However, طبعا انا قال لك الربح كيكون كبير فعلا، هذه خاصه الدورات، فهمتي، مكتوبه الدورات هي اللي كيكون فيها الربح بزاف. with control over the product also comes the responsibility of delivering the product yourself, which is the most difficult and time-consuming task of the whole business model. I myself have spent over 6 months of 2022 just recording هنا كيحاول يقنعك بان هاد الانفو برودكت راه حتى هي ماشي مزيانه، كتاخذ بزاف الوقت. وطبعا هذا كلام خاطئ، فهمتيني، لانه ماشي بالضروره انك تبان بوجهك باش دير دوره. الا كنتي كتشرح شي لوجيسيال ولا شي حاجه، تشرح فوتوشوب وكذا، ما غاديش تحتاج حتى شي استوديو ولا شي حاجه، ما غاديش تحتاج غير البيسي ديالك وبلاصه ساكسه وصافي تقدر تسجل، ما غاديش تحتاج الاضواء والكاميرا وكذا. طبعا هاد الناس مدلسين سواء هو ولا مصعب. classes for one of my updated info products. That is a lot of time to invest in something if you don't have certainty that such product would sell. And as a beginner, you should be investing the majority of your time in selling, not fulfilling the sale. Finally, you have to have capital to invest in ads, testing, software, and more. هنا خصك الاعلانات، وهذه تا هو كلام خاطئ. يعني على حسب يعني البلاتفورم اللي خدام فيها. مثلا الا كنت خدام في كي دي بي، في الاول ما غاديش تحتاج الاعلانات، فهمتي. تقدر دير ارباح في الاول بلا اعلانات بلا حتى شي حاجه، خاصه الا تحت على شي نيش مزيان، فهمتيني. انا لحد الان باقي كيجوني شي ارباح يعني كل نهار تقريبا، ولكن ما داير لا اعلانات لا حتى شي حاجه. Have a similar effect on your margin as it did in the examples above. Now for deal type, you can choose whether you want to sell your product as a one-off or as a recurring subscription. Ladies and gentlemen, now do you see why it is so hard to succeed at المهم يعني الخلاصه هنايا قال لك بان هذيك انفو برودكت اللي بغيتك تعقل عليها ما خداماش. يعني ايمان غازي قال لك ان الكتب الرقميه والاوديو بوك راه ما خداماش، صافي. as a beginner if you don't pick the right business model. So after going through all of them, the question becomes, what would be the ideal beginner-friendly business model then? Does it even exist? Well, let's take a look again at our table and together draw an ideal business model. صافي دونك هنا يحاول يعطيك زعما احسن موديل هو اللي يكون فيها زعما ربح بزاف ويكون راس المال قليل. As a beginner, you don't want to be risking high amounts of money until you have a consistent source of income to pay for it. For margins, we want something with very little cost, so you keep pretty much everything you make. Now, صافي دونك هنايا هادشي اللي كيدور عليه، غادي يحاول يقنعك بان البيزنس ديالو هو احسن واحد للمبتدئين. وطبعا هذا الكلام خاطئ، ما تنساش بان هاد الناس راه باغيين يبيعوا البرودوي ديالهم والسيرفيس ديالهم. with all these set criteria, I can confidently say there's one single solution that fits the bill. Now, before I talk about how 20-year-olds are taking advantage of the new arbitrage economy to get all the service fulfillment taking دونك عقل على هذه، راه مصعب يستعمل نفس الهضره ونفس يعني الجراف. care for them. نجيبو دابا الببغاء. نبداو بالدروب شيبين. بالنسبه للدروب شيبين هو مشروع اونلاين عباره عن تجاره اللي كتكون فيها نفس لاحظ معايا نفس الفكره. هو دروب شيبين دار له التعريف، حتى هو جا مصعب دار له التعريف، فهمتي. والوسيط بين العميل اللي غيشري من عندك والمورد نفس الطريقه، فهمتي. هذيك ليكون ديال السلعه ودير لك هنا الكتابه الكحل ومن بعد الروماتين في الصين اللي عنده السلعه. ففاش كتجي تلقى طلب جديد كتمشي عند المورد تضربو، خصك صافي. هي نفس الفكره هنايا. نحاول نسرع شي شويه. قال لك هنايا باش توصل لمنتج واحد خصك هنايا واحد 20 حتى 50 تيست، فهمتيني. وضرب هنا 20 في التيست، يعني في الثمن ديال الاعلانات
بمعنى ان ما غاديش تربح بزاف. هذه الخلاصه. وتقدر تمشي ترجع للفيديو الاصلي وتلقى نفس الكلام اللي قالوا ايمن هو نفسه اللي قالوا مصعب. استثمر فيه $100، يعني عندنا ما بين 2000 حتى $5000 كراس مال البدايه باش تلقى منتوج رابح اللي غتدخل به فلوس وتكمل به. خصك تعرف ايضا الا حققتي $3000 في الشهر من الدروب شيبين ربحك الحقيقي هو $600. وهذه المشكله فعلا. انا قال لك بان هامش الربح غيكون 20%. دابا لاحظ معايا ان هامش الربح قال لك 20%، ولكن هو الا مشيتي للفيديو الاصلي ديالو الاولاني اللي قال لك ربح فيه مع $1 مليون كيهضر على 32% ديال الربح. في الغالب يعني غيكون كذاب، فهمتي، حتى 32% من نسبه غير عاديه، فهمتي. الاغلبيه راه كتكون 20 25، فهمتيني. 32 مبالغ فيها، لانه هامش الربح ولا حتى لو كانت صحيحه راه لا مقارنه بيناتها وبين $1 مليون. و20% استمراريه الدخل فيه صعيبه بزاف، تقدر العام كامل شهرين اللي غتدخل فيها فلوس والباقي انت كتجرب منتجات جدادين. بالنسبه نحاول نسرع على الفيديو. الارسال يكون فيه عندك مخزون، طبعا الدفع عند الاستلام المنتج كتشري المخزون حتى في جميع $2000. خصك هو هنايا قال لك خصو راس المال كبير. تعرف انه المنتجات ما تباعوش ليا. هامش الربح هنا هامش الربح قال لك ما بين 5 و 10%، ولكن ملي مشيتي الفيديوهات عاوتاني ديال سيمو لايف وديال ايدي يحيى كيهضروا تما على 20% 25% ويمكن حتى 30%، فهمتي. دابا اللي من غادي نثيقوه باش تعرف ان هاد المؤثرين كل واحد كيبقى ينفخ في ذاك البيزنس موديل ديالو. ما بين 10 ل 5% ديال داكشي كامل. يعني الا دخلتي $3000 في الشهر من الدفع عند الاستلام السعودي غتبقى لك $150 فقط. نسبه استمراريه الدخل لا ترقم انها تمشي ديالنا في التداول. قلنا التداول هو اسوء يعني بيزنس موديل بالنسبه للمبتدئين. لا انصح مثلا انك تمشي ليه الا في حالات يعني حالات قليله، في حاله مثلا هو تكون كتعرف شي واحد، انت كتعرف شي واحد في عائلتك ولا في الحومه ديالك، شي صاحبك عزيز عليك عارفو ما يكذبش عليك ولا ينصب عليك وعارفو كيدير التداول باش يعطيك الخلاصه ولا اللاصق، ديك الساعات هي. اما لا تمشي مباشره كذا تشري شي واحد من اونلاين وكذا في الغالب غيكون نصاب، فهمتيني. في الغالب نصاب وغيضيع فلوسك. لكن كما قلت لك ماشي للمبتدئين، بحال كتخاطر براس المال ديالك فقط الا بديتيه في مرحله البدايه. دوزو الان للتدوين. هذا المجال هو فين انت كتقوم بكتابه مقالات حول موضوع معين، كتنتظر مده باش يولي الموقع ديالك معروف عن طريق مئات المقالات والاعلان ليه، وبعدها كتولي تربح في الاعلانات. التدوين راس مال البدايه. طبعا انا راس مال التدوين ما غاديش تحتاج هذا الشيء، راه كيكذبوا صافي. تبدا باقل من هذا الشيء، لان تحتاج غير الدومين وصافي والسيت، وتقدر تبدا كاع بطريقه ارخص، ولكن مينيموم باش تبدا مزيان خصك الدومين والهوستين. راه ماشي لا علاقه بهذا الشيء هذا، كيهضر على واحد المجال ما كيعرفوش. غادي خصك ما بين $1000 حتى $2000 باش انك تقاد الموقع، باش انك تجيب مقالات والعديد من الامور. بالنسبه لهامش الربح ما بين 10 حتى 60%، لانك تخلص اعلانات باش تشهر الموقع ديالك. وبالنسبه لاستمراريه الدخل فهي باش انه يكون عندك كورس بصراحه. طبعا هنايا واحد الملاحظه، هنايا هاد الاغلبيه ديال البيزنس هادو دي بيزنس اونلاين، ما فهمتش انا حريه الوقت والجغرافيا هنايا ما دار هنايا مثلا صعب جدا وكذا. لا، هي مادام هو اونلاين يعني دائما غيكون عندك تخدم من البلاصه فيما بغيتي والوقت في اللي بغيتي. مثلا هنايا من غير ان التداول راه كاين واحد الوقت خصك تخدم فيه، لان فوقاش المارشي كيبدا، فهمتيني. كنظن مع 12 الليل ما بقاش. المهم الناس ديال التداول هما اللي عارفين هذا الشيء، ولكن في الغالب راه ماشي بالضروره تخدم كل نهار وكذا. يعني بالنسبه لهاد لي بيزنس اونلاين راه عندك حريه الوقت والجغرافيا. اصلا الناس علاش كيمشيو الاونلاين على هذا الافونتاج اللي ما فهمتش. هذا الكريتير هذا الكريتير ما عندوش صحيح. خاص تكون عندك خبره، غادي دير فيديوهات تعليميه غتشرح فيهم هذه الخبره ديالك، الناس اللي مهتمين بها وباغيين يتعلموا. لذلك فراس مال باش انك تبدا هذا المشروع بين 1000. طبعا انا كاذب خلي الكورس بالنسبه لي $1000 و $2000. طبعا لا، ما غاديش تحتاج هذا الشيء. يكفي تكون كتعرف غير شي لوجيسيال ولا شي حاجه وتشرحها في الفيديوهات وديرها. تقدر ديرها في يوديمي، غنمشي شوفها في يوديمي، كاين كورسات تما راه بسيطه جدا وعندها ارباح، وكتستعمل غير سكرين ريكوردين، ما كتحتاج حتى شي كيصوروا غير سطح المكتب وصافي، المكتب ديال البيسي ما كيبينوش وجوههم والناس كتبيع. $2000 باش انك تشري معدات تصوير وهذه الامور كامله. بالنسبه لهامش الربح فاش كيكون عندك بزاف، لانه غير مثال. انا شخصيا عندي شركه تعليم كنديروا فيها الكورسات، خدمني 6 شهور باش انني هو طبعا هادشي كذب، هادشي ما قمت تصوير فيديو. الا كنت باغي تبين وجهك وتبين واحد الفيديوهات احترافيه، ولكن في الغالب ما غاديش تحتاج هادشي. فيديوهات تعليميه داخل الاكاديمي. هاد 6 شهور ماشي غير انا، الفريق ديال التصوير والمعد، امكانيه التوسع ممكنه جدا. الان شفتي وضحت لك الصوره علاش المبتدئين صعيب عليهم. انا كنقول لك علاش المبتدئين زعما صعيب دير عليهم. طبعا هادشي طبعا هادشي راه منحاز، فهمتيني. في الغالب الاحسن المبتدئين يبداو بشي مجال اللي ما فيهش راس المال، ماشي دائما. علاش؟ باش انه يولف البيزنس اونلاين وفي نفس الوقت ما يكمل. المشكله ديال هاد الناس اللي مثلا تخيل انك بديتي في شي مشروع ولا شي دوره وتنصب عليك فيها مباشره، انت غادي تبقى في هذيك الحلقه ما غاديش تكمل، فهمتيني. دائما تبقى خايف مع راسك. لذلك انا دائما كنصح البنادم يبدا بشي مجال، اما اللي كيحتاج واحد راس مال صغير او لا صفر، بحال كي دي بي او لا ديبا عند الطلب، فهمتي. وخصها تكون فيها شي مهاره اللي كتستعمل في جميع المجالات، بحال المهاره ديال الديزاين تقريبا تقدر تستعملها في اي مجال اخر. تقدر تستعملها في الدروب شيبين بالنسبه لديك الكرياتيف او لا COD او لا في ميرش. المهم لكن عطى الله المجالات، لان هذيك المهاره فعلا باس بارتو. انهم ينجحوا الا ما اختاروش المشروع الصحيح ليهم. هنا فين كيجي السؤال ديال شنو هو هذا المشروع المثالي والملائم للمبتدئ. اذا واش اصلا كاين هذا المشروع؟ اجي نقوموا دابا برسم مشروع مثالي وملائم للمبتدئ. اول حاجه صافي دونك هنا نفس الفكره غادي يجي يقول لك زعما انه ما خصوش يحتاج راس المال. طبعا لاحظ معايا انه استعمل نفس الجراف اللي استعمل ايمن غاسي، خدا نفس الاسهم ونفس الهضره، ماشي غير الترجمه وصافي. يعني يستعمل الدخل هنا صافي. هذا هو الملاحظه. دابا هو ايمن غازي قال بان الكتوبه ما نافعينش، وهذا غادي يقول لك ان الكتوبه هما احسن بيزنس. باش تعرف ان هاد الناس كيتناقضوا مع راسهم، على الاقل خصو يتنقل داكشي مقاد، فهمتي.
جدا هذه الامكانيه ديال التوسع. فمع كاع هاد المعايير اللي عاوتاني هذيك هاته هي فاطمه يكتبها بالالف، ديما كيكتبها ملصقه. كنحطوا دابا قدامنا، نقدر نقول لك انه كاين حل واحد كيناسب هذا الشيء اللي ذكرناه. والمشروع المثالي للمبتدئ هو مشروع قائم على الرقمنه. مشروع البدايه ديالو $6 $6000 ما خاصش يكون عندي عناء كبير، يعني تكون توسع الاسواق جديده بطريقه مرنه. فهذا الشيء اللي كاين دابا نشوف. فقبل ما نتكلم ليك على كيفاش انت تقدر تستافد من هذا الاقتصاد ديال الانتباه الجديد اللي كيستافدوا منه شباب عمر 20 سنه، وكيفاش كيتوصلوا هم لاحظ معايا نفس الجراف اللي دار ايمان غازي بمئات الزبائن مجانا كل يوم. دونك هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا. دونك قلنا بانه تلقى واحد 10 دقائق من الفيديو ديال ايمان غازي. يمكن ندير انا فيديو على البارتي الثانيه اللي فاش كان كيشرح البيزنس موديل دوك الكتب، لانه كان عامر بالاخطاء وفيها تدليس كبير اللي غادي يزرف فيها عباد الله. دونك ما تنساش دير اشتراك وتبارطاجي مع صحابك ولايك واعجاب، والسلام.